واحد صديقي بيقول لي تقريبا مطبوخه رونالدو، بس خلينا نشوف مجموعه رونالدو البرتغال ومجموعه ميسي الارجنتين ونشوف مين الاصعب، ونتكلم بعقلانيه وبحق. نبدا بالبرتغال. البرتغال في المجموعه ال11 معاها كولومبيا واوزبكستان، واي حد هيفوز من الملحق العالمي هيكون معاها الكونغو الديمقراطيه او جامايكا او تقريبا كالدونيا، ولكن غالبا جامايكا لان جامايكا هي الاقوى ما بين الثلاثه. البرتغال السادس عالميا، كولومبيا ال13 عالميا، يعتبر كولومبيا هي الأقوى وهي اللي تكون ماتشها قوي أمام البرتغال. وأوزبكستان ال50 عالميا، فالبرتغال هتكون كمتصدر بنسبة 70%. البرتغال بتمتلك ان هي افضلية، طبعا عندها غير رونالدو عندها جيل ذهبي بصراحة، وعندهم خبرات كبيرة جدا، ولازم ان هم يقدموا افضل ماتش قدام كولومبيا فقط، والباقي سهل يعني بنسبة كبيرة جدا ان هم يتأهلوا. فنسبة ان عدم تأهل رونالدو في المجموعة بتاعته صعبة جدا جدا. اما الارجنتين فمعها النمسا، معها الجزائر، معها الاردن. طبعا ان بنتكلم عن الارجنتين الثاني عالميا، النمسا تعتبر ال24 عالميا، والجزائر ال35. النمسا قوية، والجزائر ال35 عالميا، والاردن ال66 عالميا. فلو جينا نبص هنلاقي ان مجموعة ميسي اسهل بكتير جدا من مجموعة رونالدو، لان انت بتتكلم على يعني اقرب منافسيك النمسا عن ال 24 عالميا، وبنسبه كبيره متاهل الارجنتين. لكن عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، لو مشيت الامور زي ما احنا بنقول دلوقتي وتصدر ميسي مجموعته ورونالدو مجموعته، عايز اقول لكم متاهلوا لدور ال 32 بعد كده دور ال 16. انا عايز اقول لكم ان احنا هنكون قدام مواجهه تاريخيه في ربع نهائي كاس العالم 2026. المباراه دي هتكون اكتر من ان هي مجرد مباراه كره قدم، هتكون الرأسة الاخيره، اعظم مباراه ممكن تكون في تاريخ كاس العالم، اعظم لاعبين في تاريخ اللعبه على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية وهيلعبوا مع قصاد بعض، والمنتخب اللي هيتأهل منهم هيكون في صراع قوي. يعني تخيلوا السيناريو ده، وهو ده ممكن اللي يحصل بنسبة كبيرة جدا. بنسبة كبيرة جدا هيتقابلوا في ربع النهائي. البرتغال اللي تصنيفها السادس، الأرجنتين اللي تصنيفها الثاني. انت بتتكلم عن الخبرة، انه في عندك خبرة في الفوز اكثر للارجنتين، الموضوع هيبقى كبير. بس غير ان كل دوت هيكون الماتش البرتغال رونالدو ميسي الارجنتين. خلينا نشوف اللي هيحصل لو عشنا باذن الله ونشوف الوضع ده هتحصل. تخيلوا لو هتحصل. لايكم طبعا عشان نوصل لكم كل جديد.